احمد الطيب. احمد الطيب ومواصلة استفزاز جماهير الاهلي. يعني انت يا كابتن، يا لذيذ، يا جميل، يا لزوز على رأي استاذ عمرو اديب. انت ليه مستلطف دمك او كده؟ بجد والله. ليه مستخف دمك؟ ليه شايف نفسك لذيذ؟ ليه شايف ان انت لما تستفز جمهور الاهلي انت كده حلو؟ بجد والله. اصل انت يعني انت اكيد عندك المعلومة دي. اكيد عندك ان اكتر من 70 او 80% من الشعب المصري اهلاوي. فانت ايه افادتك في ان انت تتشتم مثلا؟ بتستمتع بحاجة زي كده؟ يعني حاجة زي كده بالنسبة لك حاجة جميلة وحلوة؟ انت حابب كده؟ ملهاش معنى تاني غير كده. انت حابب ان انت تتشتم كل شوية مثلا؟ نفهمها ايه طيب؟ سيبك مني، انا اكيد مش هشتم، واكيد مش هطول لساني، لان انا يعني بعرف احترم نفسي كويس يعني. لكن في ناس تانية بتشتم عادي. في ناس تانية بتدخل تشتم وبتاع، وانت اكيد عارف الكلام ده يا كابتن احمد يا طيب. فانت اكيد بتشوف شتيمتك دي. ما تقوليش ما بشوفش، اكيد بتشوف. فانت مبسوط بكده مثلا؟ خلي بالك، الاعلام اللي جايبك ده علشان خاطر تتكلم، هو جايبك انت فاهم ازاي علشان خاطر تتشتم. هو جايبك عشان عارف ان انت حلقتك دي هتتشتم فيها شتيمة جامدة وفي مشاهدات حلوة. فهو طبعا عشان جماهير الاهلي كتيرة، فهو هيستفيد من المشاهدات وانت تتشتم مفيش مشكلة. يعني انت بتتجاب بالبرامج علشان خاطر تتشتم. انت متخيل؟